السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لايك على الفيديو ده، سبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم. هنعمل ايه فيديو النهارده؟ انا عايزه انزل لكم فيديوهات كتير عملي، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل فيديوهات عملي وهنتصرف كمان فيها عشان خاطر ما يبقاش فيه خطر على القناه ويحصل لها مشكله. تعالوا نشوف هنعمل ايه فيديو النهارده. انا جايه اتكلم عن لبوس تحفه 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 للسخونيه، وخصوصا الايام دي عشان خاطر ولاد كتير جدا تعبانين. انا بالنسبه لي اكتر حاجه كويسه للسخونيه هو اللبوس ده. دولفين يا جماعه رهيب 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 للسخونيه. لبوس دولفين حلو جدا للسخونيه، بينزل الحراره بسرعه. الطفل بياخد واحد بس، ما بيحتاجش ان هو ياخد لبوس تاني. هنعمل ايه عشان نديله؟ حاولي ان انتي لما تبقى السخونيه عاليه ادي اللبوس واعملي كمادات. الكمادات هتبقى فين؟ حوالين الرقبه، على الراس، تحت الابط، وبين الورك كده هنا وهنا. يعني هنعمل فين الكمادات؟ بصوا هتبقى فين؟ في الجزء ده وفي الجزء ده وهنا وهنا وعلى الراس. الاماكن دي بتنزل معانا الحراره بسرعه. هعمل ايه؟ اللبوسه بتاعتي هتكون جامده وفي التلاجة. هبدا ان انا اغسل ايدي حلوه قوي 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 بالميه، بميه واطهرها بالكحول. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اللبوسه بتاعتي هتكون كده جامده وفي التلاجة. الجزء ده عندي اهم جزء، اللي هو اللي من قدام ده. هحط هنا نقطه جيل الكواي او ايا كان حاجه، بحيث ان هي تسهل دخول اللبوسه معايا. هعمل ايه؟ بصوا بقى، هبدأ ان انا لو بدي بنت ده احسن وضعيه، يكون الطفل نايم كده على وشه، ومن هنا هبدأ افتح الاليا وادخل، اسهل وضعيه. او هيكون الطفل واقف كده وهقفل عليه رجليا اكس، وهنا المكان هيكون واضح جدا. وهبدأ ان انا ادخل اللبوسه بالراحه. فلنفترض مكان دي فتحه الشرج، هبدأ ان انا ادخل اللبوسه كده بالراحه اهي، وافضل كده لمده كام ثانيه كده واقفل. خلاص دخلت، مش هتقدر تطلع تاني. بس كده. لبوس دولفين حلو للسخونيه. اليومين دول الاطفال عندهم دور سخونيه ماشي جدا، فاحنا بننصح طبعا بالدولفين.